غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي يشرح لكم ويبين لكم بالبرهان علاش الجزائري كيطير من المقله. غادي يشرح لكم ويبين لكم علاش الجزائري كما كنقولوا حنا فيه الدوده. تفرجوا معايا في هذا الفيديو وغادي نرجع ندير لكم عليه تعليق منطقي. تفرجوا معايا. اهلا يا جماعه في جامعه جيجل نقدم لكم الرز بالدود. هاو الطبسي الثاني، تفضل شوف هنا. وي زيد قدام لنا الطبسي الثاني حضر ديالو. هاو الدليل سيدنا حتى انا زرعت فيه. واش كيلونا هنا؟ غير عايد شارك في المشروبات. أصدقاء ومتتبعي مباراة المغربي الجنود، السلام عليكم. ما كاين فيكم اللي ما لاحظ أن واحد العاهة كاينة في الفرد الجزائري، لا في وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الإعلام الرسمي ديالهم في البلاطوهات ديال التلفازة. كتلاحظوا بأن الجزائري غير كيغلب بوحدو، غير يعني فيه يعني غير كيقفز بوحدو. إلا كيتكلموا على المغرب سبتوا مليلية الأميرة فينا هي، التطبيع سبتوا مليلية، التطبيع سبتوا مليلية، لا حسنا المجاعة، الاضطهاد، الحرية، الصحراء الغربية، بوليزاريو. يعني بنادم كيطير من بلاصتو، يعني فيهم الفز. انا ديما كنت كنطرح هذا السؤال، علاش الجزائري دمو سخون هكذا؟ هو كان كيظن انه دمو سخون وكان بغى يوهمنا بانه فعلا راه دمو سخون. لكن ملي شفت هذا الفيديو انه منذ دخوله الى المدرسه وهو كياكل الدود الحي، فهمت ان اليوم المحرك ديالو الاساسي من القاع ديالو اللي كيحرك فيه ديك السخونيه الخاويه هو الدود. كان كياكل الدود فحتى ولات فيه الدوده، وهذيك الدوده وللاسف وجهته جهه العدو الكلاسيكي ديالهم اللي هو المملكه المغربيه. وكتعرفونا حنا المغاربه كنقولوا اللي فيه الفز كيقفز، وكنقولوا هذاك السيد شوفوا سبحان الله العظيم فيه الدوده. اذا هذا الشعب الجزائري مادام كانوا كياكلوا هذا الشيء، لانهم الا شفتوهم تيتهمونا ب قال لك سيدي جوجل قال لهم بان المغرب راه فيه واحد المعدل ديال الاميه، جوجل قال لهم راه المغرب فيه واحد المعدل ديال المجاعه، جوجل قال لهم بان راه الصحراء ماشي مغربيه، جوجل قال لهم بان سبتهم ليليا راه ماشي مغربيه، جوجل قال لهم بان راه اسرائيليه المغرب. المهم فين ما كيتكلموا على المغرب الا وكتطلع معاهم ديك السخونيه لا اراديه اللي جايه من الدود اللي كلوه في المطاعم المدرسيه. فين ما كيتكلموا، الا مشيتوا للبلاطوات ديال النهار ديال الخبر ديال كل القنوات التلفزيونيه عندما يتكلمون عن المغرب كتلقى كيفور غير بوحدو، ما يعرفش يتكلم وهو هادي، ما يعرف يركب جمله مفيده، ما يعرف يركب يعني يوصل الفكره بطريقه صحيحه، كيبدا غير كيخربق ويدخل كلمه بالفرنساويه في الفعل والفاعل بالعربيه والمفعول به بالفرنسيه وكيدخل شي في شي. كنقول انا واش هذا بنادم ولا منين جاو هاد الناس هادو؟ علاش حتى مربين هكذا؟ علاش حتى فيهم هاد الحركات؟ تجي وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب وبزاف التيك توك كتلقى من الحزام لتحت، ما كان غير هاك بالك، ما كان غير هبط السروال طلع السروال، ما كان غير هز السروال جيب السروال. كنقول انا هاد الشيء منين جا؟ وعلاش هاد الشعب داير هكذا؟ واش كلشي هاد الشيء سببه الاستعمار الفرنسي؟ بصح لقيت سببه الاستعمار الفرنسي فعلا اللي ركبهم في هذا القطار هذا ديال السفاهه. ولقيت بان حتى مخلفات الاستعمار اللي هي التبونيه، اللي هي الحكومه التبونيه الشنقريحيه اللي هما بقايا الاستعمار، زادوا كملوا عليهم داكشي اللي خصهم وكانوا كيعطوهم الدود حي ياكلوه باش تبقى فيهم الدوده ويبقاو مقابلين العدو الكلاسيكي ديالهم اللي هو المملكه المغربيه. اذا بصحتكم ماكله زوينه فيها فيتامينات يعني حيوانيه وفيتامينات نباتيه وفيتامينات دوديه وفيتامينات يعني الفيتامين من كل انواع في هذاك البلاطو اللي كنشوفوه. وذكرني باننا كنا ناكل احسن منكم في التسعينات وفي الالفينات في الاحياء الجامعيه المغربيه. حنا هادشي كنا كناكلوا احسن منه في التسعينات.
انا كنتذكر كنت ناكل عصير هذاك البلاطو في التسعينات في المطاعم المغربيه، وكنشوفوا اليوم القوه الضاربه في 2024 اشنو كتاكلوا. الله يفك سراحكم وبصحتكم الدوده في البلاطو، وبصحتكم الدوده اللي كاينه فيكم لداخل اللي كتحرك فيكم هذاك النيف الخاوي. والسلام عليكم.